الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده قلنا نعمل مع بعض كده اكل خفيفه، حيرة على الاكل كل يوم. فعملنا معاكم سجق باسهل طريقه، ومكرونه سباكيتي. وطبعا انا بحب في كل الوجبات كده، في الجو دوت الجو ساقع قوي وانتوا عارفين يعني. بحب اعمل عدس، فعملنا حبه من العدس. طبعا انا كنت عاملاه قبل كده في القناه، فهوريكم بقى السجق بطريقتي. سهل جدا وسريع. طبعا جبنا كيلو من السجق البلدي، فغسلته كويس جدا. وبعد كده قلت اقطعه معاكم اهو. طبعا اسكندريه بيقولوها اسم تاني، احنا هنا القاهره فبنقولها سجق عادي يعني. بس ففككناه من بعضه كده، من الخيوط بتاعته. صراحه انا بحبش اقطعه، في ناس بتحب تقطعه حلقات صغيره كده، بس انا بحب اعمله كده بحاله، عشان برضو ما يتهريش كده، ويبقى انا اللي بقطعه بعد كده واحنا بناكل يعني عادي بالمعلقه كده على طول. وسهل جدا وسريع بصراحه، يعني ما خدش وقت خالص. فقطعناه كده من الخيوط بتاعته اهي، او كده تمام. جبنا بقى المكونات بتاعته، جبنا بصل وفلفل وقوطة طماطم، عشان في ناس مش عارفة يعني ايه قوطة. احنا بنقول عليها قوطة. وجبنا 2 من الطماطم، وجبنا الصينية بتاعتنا. هنقطعها بقى معاكم. في ناس ما بيحبوش الفلفل الحار، بس ده مش حامي على فكرة. الفلفل ده برضو لسه يعني الموسم بتاعه، مش حامي خالص. بس بصراحة بيدي طعم حلو جدا في الأكل يعني. فأنا طبعا يعني المفروض يبقى فلفل أكتر من كده، بس أنا مش حابة يعني الحاجات تبقى فيه كتير. بس بنقطعها كده شرايح كده. خلصنا كده يعتبر الفلفل بتاعنا. كده هنقطع طماطم. ما تنسوش تصلوا كده على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. تدعوا لوالدتي كده بالرحمة والمغفرة، والهمنا الصبر على فراقها يا رب. طبعا قطعنا كله كده شرايح، ومعاكم برضو قطعنا البصل كده تمام. مفيش اسهل من كده بصراحة. انا بحب اعمل الاكل بتاعي معظمه ني في ني، بيبقى صحي والمعدة دلوقتي مبقاش تستحمل طبعا المسبكات والحاجات دي، الحاجات التقيلة دي. وكده كده اصلا السجق عندنا بيبقى متبهر اصلا يعني، وفيه كل حاجة. حتى ما بحطلوش خالص زيت ولا سمنة ولا اي حاجة خالص. كده خلصنا الفلفل والطماطم والبصل. هننزله في الطاسة بتاعتنا. نكون طبعا محضرين كده بهارات خفيفة، 2 من الماجي وملح وفلفل اسود وبهارات. بس كده نقلب بقى كله على بعضه ونرفعه على النار. مفيش اسهل من كده طبعا، ولا اي دهون ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة، لان هو بيبك لوحده جواه الدهون بتاعته. كنت انا مصلصلة طماطم للمكرونة. بحب اجيب كمية كده واصلصلها واحطها في التلاجة. فخدت حبة منها حطيتها على السجق معانا، والباقي بقى هنحطه للمكرونة. بتبقى الحاجة عندي جاهزة يعني في التلاجة على طول، يعني احب اعمل مثلا شوية مكرونة اي حاجة الاقي القوطة على طول جاهزة، متصلصلة جاهزة. او كده رفعناها على النار. هنغطيها بقى وتستوي براحتها. طبعا كنت سلقت المكرونة عشان ما اطولش عليكم الفيديو.
طبعًا حطينا مَيّة يا دوبك غليت، فيها شوية ملح وشوية زيت، المكرونة حطينا كيسين من المكرونة الاسباجيتي، بس وسلقناها يا دوبك ما باحبهاش مستوية أوي، وصفيتها وزي ما أنتم شايفين في المصفى كده، جبنا بقى الحلة بتاعتنا ونزلت عليها ببقية الطماطم اللي كنت مسبكاها، أهو حطينا حبة منها، طبعًا هتغلي بس كده لأن هي مش مسبكة أصلًا، بس ونحط عليها البهارات بتاعتها. قلبنا معاكم برضو الدخان بقى معلش صعب شوية، او ننزل المية بتاعته، طبعا لسه ما استواش، هنغطي عليه تاني، او كده خلاص كده استوى معانا، شوف شرب المية اللي نزلها والدهون طلعت على الوش اللي هي بتاعته، انا ما حطيتش زيت ولا سمنة ولا حاجة خالص، واتحمر كمان معانا اهو، بصراحة طعمه تحفة بجد. وجينا هنا للتسبيكة، اتسبكت معانا خالص اكتر، يا دوبك ما خدتش 10 دقايق بالظبط على النار، نزلنا عليها بملح وفلفل اسود بس. في ناس طبعا بيحبوها بتوم ببصل، في ناس كتيرة بتعمل مكرونة بتوم او بصل، لكن احنا بصراحة بنحبها سادة، نحب المكرونة نعملها سادة. ساعات المكرونة الصغيرة اللي هي بتبقى مقصوصة دي بعملها لهم بتوم، لكن في ناس كتيرة بيحبوها ببصل، حسب ما الاولاد بقى وكده بيحبوا الحاجة يعني. بس كده حطينا المكرونة، قلبناها طبعا معاكم اهو، كانت طبعا السجق خلص، واهو ده الشكل النهائي بعد ما غرفناه، مكرونة تحفة بصراحة، مش معجنة ولا حاجة، مفلفلة وجميلة اهي، مع طبعا مج العدس، انا بحب اعمل في الغدا بصراحة كده، بحب مج العدس ده بيدفي في الشتاء دوت والجو اللي احنا فيه ده، فبحب اعمل جنب الغدا بالذات اعمل مجين 3 عدس كده لينا، وبألف هنا، بألف هنا حبايبي.